يصعد مستواه بالتدريج. لذلك اكيد الدعوه جاءت من وليد الركراكي لتعزيز الجبهه الدفاعيه والمنظومه الدفاعيه للنخبه المغربيه. نذكر كذلك بان اللاعب امين عدلي واصل غيابه عن القائمه للمنتخب المغربي بسبب الاصابه. اللاعب السعيد بكل تاكيد بعد تمديد عقده رفقه نادي باير ليفركوزن. لا ننسى ايضا مواصله الغياب لشادي رياض. اسامه العزوزي لاعب نادي بولونيا الايطالي اضافه الى بالعمري يلتحق بقائمه الغيابات في عمليه استلام الكره. ماذا سيفعل الزلزال؟ يحاول يراوغ حذر من اخطاء فرديه. تمشي الخطوره الكابونيه، مرت سلامات على المرمى المغربيه. الثنائي الاخطر في بالراس من خلال اختيارات المدرب وليد الركراكي. 4-1-4-1 السيستم المفضل بالنسبه لوليد في معظم المباريات والسيستم الذي كان ناجح. رد بالك يا حكيمي بمرشي حكيمي. التسديد والهدف الاول. التسديد والهدف الاول دينيس بوانكا. البدايه قويه للفوت الكابونيه من خلال هدف اللاعب دينيس بوانكا. شوفنا مشاهدينا الكرام الكره الملعوبه في المساحات وصلت الى دينيس بوانكا في مواجهه مباشره وصريحه لاشرف حكيمي. تمريره لكن مكشوفه وبالتالي بعيده تماما عن عبد الصمد الزلزولي، بينما الحكم الجنوب افريقي يشير الى ضربه حره وسيكون اول انذار في المباراه لاليفينا. أوس داخل منطقة الجزاء مرفوعة مقوسة، لكن المتابعة لحارس المرمى مبامبا. بعد ذلك أمام مختلف اللاعب عبد الصمد. لازالت عندك عبد الصمد يدخل بلغة المتحدي في الجبهة اليسرى للتفوق على الدفاعات الكابونية. ممتازة هذه، ممتازة. إلياس عدد من التمريرات. دينيس مباشرة لأوباميانغ في القائمة الثاني والمتابعة ممتازة من القائد أشرف حكيمي بلهجة عمل معاتب. كيف مرت الكابونية في كرة شكلت بعض المتاعب أمام المرمى الكابون. هذه صعبة، هذه خطيرة. والثاني الهدف الثاني للمنتخب الكابوني. لحسن الحظ الرايه كانت مرفوعه. المساحه نصير مفروض ان يغطي هذه الوضعيه في هذه الوضع. حماس ودفاع كابوني، اصرار غير عادي كابوني مع بالنسبه لجمال. هذه ملعوبه ممتازه. العرضيه وايوب الكعبي يتحسن. لازم من المباغته، لازم الانطلاقه. هذه كره لعبد الصمد، يمشي عبد الصمد يحاول يمر. المسانده من الياس المراوغه هي جول. يطفئ حماس الكابوني بكل تاكيد. هذه كره مرفوعه بالراس ايوب الكعبي. مره قريبه من الجول، مره قريبه. لم يظهر بعد حتى الان نجم الريال. كره اماميه الياس. هناك خطا يتم الان. اشرف يرفع كره في القائمه الثانيه بالراس. جول الصخره الدفاعيه الوداديه. هنا راسي باناتينايكوس في تمريره ذكيه. اشرف حكيمي للكره الماضيه في احلى متابعه للكره الماضيه. اذا تمشي من جديد لفائده الان. ترفع هذه الكره، من يتابع بالراس. الثاني. الله على السي ابراهيم، يا سلام يا سي ابراهيم نجم الريال يسعدنا هنا باجمل اللمسات بجول. نعم في الشباك الكابونيه. 2-1. هكذا قلبوا الطاوله على الكابونيين بسرعه البرق. اسود الاطلس تزهر من جديد. ربع الساعه الاولى لكن الامور تتغير. كان استغلال هذه الاخطاء الفرديه. يمشي الياس من صغير في القائمه الاول. والثالث. نعم الثالث مغربي. عاد اليكم من جديد نجم الريال يزور الشباك مرة أخرى. إبراهيم دياس. تذكروا ماذا قلت. الكرات الثابتة، السلاح. قادر أن أحمل الجديد وقادر أن أعطي الإضافة مونديالية. إلياس إبراهيم يبدأ في هذه المواجهة. لمسة رائعة والعرضية بعد ذلك، والكرة تخرج مباشرة إلى الركنية. في هذه الركنية إلياس الراسية والرابع كان قريب.
كان قريب والحكم يقول فيها ركنية أخرى. هل كيمي يتحول إلى الجهة اليسرى، إلياس بن صغير، عندك الآن عبد الصمد لا يمر، عبد الصمد لا جدا من طرف اللاعب إلياس وبالراس دار للثقافة والهوية الأمازيغية، بينما كرة عرضية بعيدة تماما. قلت من الأقمصة الجديدة لتماس الجابوريين، ستلعب هذه من أشرف حكيمي والرابع يضيع. حكيمي الرابع كان قريب، هنا يمينية كرة يلمادية ستلعب للضربة الحرة بسرعة. حذاري والحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ الحكم شاف عملية تحايل أم ماذا؟ الحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ نقاش بين سفيان مرابط والحكم لجي مزيدا من الاهداف. عمليه 1-2. اشرف حكيمي اين هو الكعبي تموضع لم يكن اجرد على رادار كبريات الانديه حاليا، على ضوء ما يقدمه نيف أكرد حاليا مع فريق الريال سوسيداد. في المساحه ملعوبه لابراهيم، يمشي بالكره عزتين، لا يحتاج الى تذكير مره اخرى على انضباط اداؤه. العرضيه ياسين نايف، هنا جدار نايف أكرد، وقبل ذلك ياسين بونو في التصدي. لازالت كابونية، محاولة المرور، حذر من التسديد. أشرف حكيمي يتكلف بمهمة الإبعاد. التسديدة بعيدة تماما من الجانب اللاعب اليمين. هذه الكرة الأمامية، محاولة التسديد، وياسين في المتابعة. طبعا الأنشطة الرياضية في المملكة المغربية لا تتوقف. تصفيات كيلو، لكن في سفيان مرابط، روعة المرور. إبراهيم انطلق، إبراهيم يبدع اليوم. نستمتع مع مهارات إبراهيم مع طريق عبد الصمد إلياس والخطأ يقول الحكم خطأ في مكان في تحدي الدفاعات الجابونية. ياسين يخرج ويوانغا، هذا هو إيكومي يلعبها هنا بينية، والتغطية من سفيان مرابط. أشرف حكيمي يسدد العالية، عندنا الكرات العالية، عندنا حذاري ياسين بونو في المكان المناسب. دانيس ما يمرش، حركاس يتابع الكرة، توصل بعد ذلك لإبراهيم وفي مسك واضح، وبالتالي ضربة حرة للنخبة المغربية. روح رياضية عالية جدا، لكن هذا يمنع من إشارة البطاقة الصفراء رغم الروح الرياضية ورغم الاعتذار، لكن القانون القارية. بينما كرة لإبراهيم، سير يا أشرف، العرضية الرابع جول، الرابع. لازم مرابط ينتبه في بعض الأحيان لما يكون الضغط على سفيان، هنا توقع الأخطاء، وبالتالي لازم ردة الفعل تكون سريعة. يا سفيان يا مرابط على هل تأتي إلى بينية، بصغير كان في التسلل. هذه الراسية الكرة تمر جانبية من عبد الصمد. الكرة على الطرف الأيسر، استلام من أوباميونغ خارج. ماذا سيفعل إبراهيم ممتازة، والكعبة على الطائر، مرة جانبية انطلاقة من الجهة اليسرى. عبد الصمد مباريات كما ذكرت أن يدخل ضمن العشر الأوائل، وفي خطأ وضربة حرة مغربية. ضربة حرة إلى جزاء إلياس بن صغير تتويج لنادي يوناني باللقب الأوروبي. هذه الكرة العرضية والمتابعة طبعا نتكلم على الأندية اليونانية. أولمبياكوس هو أول ريمان أويونو يحاول يمر والركنية الأولى لفائدة الماء والوصول إلى مرمى ياسين بونو. دانيس يمر C'est bien fait là. El Ranou, son premier ballon qu'il a bien transformé pour le premier ballon aussi d'Ismaïl Saibari. Et le premier ballon, passe décisive, incroyable. السيباري يتدلع، السيباري يمتع، السيباري يتفنن، يراوغ الثاني، وهوب